الشيخ محمد الموسوي وسياسة المقاطعة. مسلم لكي يلقي هو حجارة علينا ونرد عليه بحجارة أخرى. نحن هنا جئنا لكي نناقش القواسم المشتركة بين المسلمين، يعني هناك اختلافات وهناك مشتركات، لكن الإنسان الذي يعيش عقلية الحوار يختلف عن الإنسان الذي يعيش عقلية الجدار. هناك أشخاص يعيشون عقلية الجدار ويسمون أنفسهم مسلمين وهم مسلمون في الواقع لكن مسلمون جهلة. فالفرق بين وكبير بين عقلية الحوار التي ندعو إليها منطلقين من تعاليم كتاب الله العزيز الذي يقول قل هاتوا برهانكم. الله جل وعلا علمنا. ذكر الموسوي قال نريد عقلية الحوار لا عقلية الجدار. نحن أو هو يدعي أنه من عقلية الحوار. صاحب عقلية الحوار لا يحيد عن الجواب. بالأمس البارحة سألناه عن النواصب أبو بكر وعمر وعثمان منهم فلم يحر جوابا ولم يجب على هذه المسألة. لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تقاطع، لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تقول لا تقاطع. أنت لا حتى عن الجواب سألك 7 مرات. طيب المهم الجواب موجود. المهم طيب المهم هو يحيد عن الجواب ولم يجب عن كلام الخوئي الذي ذكرت له أنه يكفر كل من لماذا لم تجب في وقتك؟ 20 دقيقة ما أجب. أنت الآن قلتها. أنا الآن قلتها. لا يعني جواب السيد الخوئي الآن اليوم تكلمت بعد 20 دقيقة. البارحة يوما أردت أن أجيب كل سؤال تجيبه من غد. لا مستدل بأرقام الصفحات حتى لا تقاطع. أنه غير صحيح. لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع. فلا تبني على أشياء غير صحيحة. لا تقاطع. طيب فهو يحيد عن الجواب كما ترون ولا يجيب كما فعل صاحباه في المرة السابقة. بل أجيب. اسكت. لا هو قال حيجيبك يعني إن شاء الله. لا يقاطع. قالها مشكلة يعني ما دام قال لك الحل هل ينتظر ربع ساعة عشان يقول لك سوف أجيبك؟ وأنا أقول له لا تقاطع في شيء مشكلة. لا متفق. إذا هو قال لا تقاطع في البداية. يعطونا 5 دقائق حنجيب. كمل أنت كلك حيجاوبك. طيب أقول لم يجب على كلام الخوئي وما أجاب على كلام الكوراني لما قال في تكفير أبي بكر وعمر. والموسوعة كذلك لما قال إنه قال في الموسوعة أنه يكفر الاثني عشرية، وهذا نحن ذكرنا كلام صاحب الموسوعة ولم يكفر الاثني عشرية ولم نسمع جوابا. قال ابن تيمية يقول فالشاهد أنه لما قال ابن حجر لم يبين من هو، ولما سألته قال ابن حجر صاحب الصواعق. ابن حجر صاحب الصواعق ليس من علماء الحديث، ولذلك هو حاول أن يطلق ابن حجر وتذهب إلى العسقلاني أنه هو المشهور، فإذا قيل ابن حجر فهو العسقلاني وليس ابن الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة، وهو ليس من علماء الحديث حتى يحتج به. من علماء ماذا إذن؟ علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. يعني افتراضات يعني على عواهنها غير صحيحة. التزم الصمت. لا بالرحمة قصد يعني التزم الصمت. أنا ما قاطعته، يلتزم الصمت. لا ما أحيانا ماشي تريد المقاطعة إذا لا يمنعني إذا قاطعته. لا أحيانا لما تكون مثلا يقول لك أنا حجيبك بعد شوي عشان تبني على هذه قديمة. الآن قاطعني في ابن حجر. يكتب من هو ابن حجر. طيب يكتب. قال لك هو مش من علماء الحديث. لا ليس من علماء الحديث. عالم ايش هو كيف؟ علم ماذا؟ في الفقه. فواكه خضروات فقه. يا أخي عالم والله إذا هذا مستواك في الكلام فواكه عالم يا أخي. إيش فواكه وخضروات؟ يعني عالم يعني عالم في الجغرافيا عالم في الفقه. في الفقه يعني فقيه يعني الصواعق المحرقة يا شيخ عثمان. أنت درست الحديث يا عزيز أنت تسموك شيخ. أنت يعني يسموك شيخ وأنت تقول أن ابن حجر صاحب المحرقة ليس من علماء الحديث. ليس من علماء لا يكفر أحد حتى تقام عليه الحجة، وإذا نحن لا نكفر الشيعة العوام لهذا السبب، لأننا نرى أنه لم تقم عليهم تكفر شيعة السعودية. الحجة. اصبر شوي. تكفرهم؟ لا. شيعة السعودية تكفرهم؟ سؤال أسألك. لا حول ولا قوة. يا عزيز أسألك. لا تسألني وأنا أتكلم. لا تقاطعني. قل لي نعم. أنا حنشوف المنهج بعد شوي. أوكي كمل كلامك بعدين خليه يكمل الكلام وبعدين حنتفق في صيغة كمال النقاش. على كل حال أنتم ترون كيف هو يقاطع وأنا ساكت لا أتكلم وأنتم تحكمون. على كل حال تستطيع أن تأتي بذكره وتستطيع أن تأتي بدليل. نعم طبعا رجع البحار الأنوار ذكر وافتراء. أكمل وأثبت. الآن تقول لي تأدب ولا تقول افتراء؟ أكمل. رد عليه. قال لك هذا غير صحيح. غير صحيح. لا تقول افتراء. لا تقول افتراء. تهمة عظيمة. لا تقول افتراء. هي افتراء. في وقتك رد. نعم. فأقول لك طيب. هذه التهمة غير صحيحة. القومي في تفسيره ذكر عند قول الله تبارك وتعالى
كانت الدعوة إلى كتاب الله تعالى. لا أظهر الحقيقة أقول ولا لا بس لا بس الدعوة إلى الكتاب والسنة يقول كلام ساذج. والله إذا كان الكتاب والسنة كلام ساذج الكل يدعو له، الكل الجميع، ليست مختصة بك أنت، كل المسلمين يدعون ذلك. أين الفرق بينك وبين غيرك؟ ممكن خليه يكمل بعد شوي، عايزك فرصة بعد شوية، لازم نعطيه فرصة يكمل حديث. أنا أقول الله المستعان، الله يعيني أنا أول شيء، طيب ثم يعينكم أنتم على مقاطعته هذه التي لا يستطيع أن يصبر. الجو إن شاء الله جو كويس، والله مو ظاهر، ليس ظاهرا. لا ظاهر إن شاء الله. لا ليس ظاهرا. طيب يقول الدعوة إلى الكتاب والسنة كلام ساذج. الدعوة تحتاج إلى بينة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة على فهم السلف رحمه الله تعالى، هذه دعوتنا، وهو يقول هذا كلام ساذج، ولنرى إلى ماذا يدعو هو وإلى ماذا ينصح. هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. ذلك يقول متفقون أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. هل تكفر من يقول بتحريف القرآن؟ هذا السؤال الآن أوجهه له، وأنا سمعت حيدات كثيرة وأنت تكفر. وأنا الآن أنتظر. أنت تكفر. طيب أنت تكفر. أنت لماذا تقاطعني؟ سجل، اكتب ورقة، لا تسألني وأنا أتكلم، لا تسألني وأنا أتكلم، اكتب. طيب أنا أقول بين قولي وقول الله جل وعلا، وهذا قول منك يدل على أنك ترى أن امرأة لوط وامرأة نوح كانتا خبيثتين من ناحية العرض، ولذلك اتهمتم عائشة رضي الله عنها. لماذا تقاطع؟ أنا أسكت، لن أتكلم. ما قال العرض. من أن أتكلم؟ أنت تفضل. طيب إذا تسكت. ما قال هو العرض. تسكت أنت. هو قال أنت تسكت. الشيخ القراني معنا على الخط، حندخله طوالي ماشي بس يسكت. لحظة نمشي. خلاص أسكت أنا. قال العرض هو. أسكت حتى أكمل. هو الخط هو يجيب عن نفسه. طيب هو موجود الآن بعد 5 دقائق حتكلم. تفضل. ماشي. طيب ولذلك استدل بهذه بآداب المناظرة. هنا نحن افتقدنا أمورا كثيرة لم تتوفر في هذه المناظرة، لا من حيث التكافؤ العلمي الأكاديمي أو الحوزوي، ولا من حيث الالتزام بآداب المناظرة، أن المتكلم عندما يتكلم يسمعه المناظر ثم يرد عليه، يكتب، لا أن يقاطعه وما شاكل ذلك كما رأيتم في هذه المناظرات. وأيضا لابد أن يكون الإنسان منصفا. علي يدور ما حيث دار، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي هذا الكلام. قال افتريت علينا افتراءات ولم يحدد. بدون دليل. وين دليلك ما قال؟ ليش تقاطع؟ لا أسألك سؤال، تقول ما قال. أنت تقاطع كثيرا يا أخي. قل دليلك. ما يصلح هذا الكلام. أين الدليل؟ بدون دليل. عموما الصياح على قدر الألم. لا مش الصياح. لا الصياح على قدر الألم. الصياح على قدر الألم. هو الآن كما ترون يقاطعني ولا يريدني أن أستمر في كلام، مع أني أنا ما قاطعته. أنا سألته سؤالا واحدا عن ابن حجر، ولكن هذه عادة القوم، هي عادة القوم. سجل نقاط بالله عندك كلها ونعم. تفضل. لكنك تقاطع كثيرا. سبحان الله. تقاطع كثيرا. سبحان الله. طيب يقول أن 700 طليق مع عمر قالوا حسبنا كتاب الله. مسكين أنت يا الكوراني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته إذا صلى يغمز رجل عائشة حتى يسجد صلى الله عليه وسلم. 700 واحد جالسين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال كانوا معه. لا حول. قال أيدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل. الله يعينك على نفسك. كمل. طيب ويقول كذلك بالنسبة لأهل البيت، فلا شك أننا نحن أتباع أهل البيت، وقد روينا أحاديث أهل البيت في البخاري. نعم. خليك من شيخ الموسى الله عليك. خليك. ما تستطيع. لا حيستطيع. لا والله ما يستطيع. لا حيستطيع. والله ما يستطيع. والله ما يستطيع. أتحداك أن تستطيع أن تسمع. حيسمع. طيب بالنسبة لأهل البيت لا شك أننا نحن أتباع أهل البيت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ولذلك نحن الذين روينا فضائلهم. ولا تجد طعنا في واحد من أهل البيت في كتب أهل السنة أبدا، ولكن تجد في كتب القوم طعونات كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طعنات كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في مناظرات رمضان ولا أريد أن أكررها الآن، فارجعوا إلى الأشرطة. نحن روينا سنتهم، هم لا يرون سنة أهل البيت ولا يعرفون سنة أهل البيت ولا يعرفون أهل البيت أصلا. لا تهاجم. ولذلك هذا أسلوب ليس أسلوب حوار، هذا أسلوب شجار يا أخي. لا نعرف أهل البيت، نعرف من. تكلم كلاما علميا واحترم المجلس، مجلس علم وليس مجلس هجوم.
احترم أنه مجلس علمي يا أخي، ما يعرف أهل البيت، نعرف من إذن؟ نعرف من؟ طيب خلينا ناخذه في الأسلوب. لحظة. أي نعم، لا هذا أسلوب غير طيب، علمي. الآن أسلوب غير علمي يا الآن عزيزي. أنت ينبغي أن تتكلم كلام علمي. أنت الآن أنا نقلت كلامك. اصبر، أنا نقلت كلامك الآن. ما تكفرون قلت هو وهابي ويكفر وكذا هو لما يقول أنه أنتم ما تكلمت. أنا ما قلت أن ما تعرف الله مثلا، قلت أنت تكفر كذا، ما قلت. لا هو ما قال، هو قال احنا أهل البيت نحب أنا ما لستم أنتم أتباع أهل البيت. اقبلها بصدر رحب وسجلها عندك. سجلها عندك. اي طبعا سجلها عندك. انت تقول اهل البيت 12، احنا نقول اهل البيت اكثر. هذا من اهل البيت عندنا. يلا هذا وانا ايضا وكل الساده ملايين اهل البيت. انت لا اعرف نسبك، ما ادري عن كم. على كل حال يعرف الله الانساب. هو يعرف الانساب. على كل حال فاذا يعني كلهم ينبغي اتباعهم ايضا. ومن قال انه يجب اتباع اهل البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال ذلك. نعم قال الله في اهل البيت. اذا لماذا في وقتك تتكلم في هذا؟ ما يلا تفضل اكمل. يقول اعترف ابن تيمية بحديث يذكركم الله أهل بيتي، ما يحتاج أن يعترف فيه ابن تيمية، هذا حديث صحيح مسلم، نحن رويناه في صحيح مسلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرف لهم قدرهم، وهذا مصداق قول الشافعي رحمه الله تعالى. فنحن أتباع أهل البيت، ونحن الذين نحب أهل البيت، ونحن الذين نقلنا سنة أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. هو يقول خليك الله المستعان. أجب. طيب أجب إن كان عندك جواب. حجب نعم تفضل أكمل أنا أسمع. ما تستطيع تسمع. خليك كمل ما تستطيع تسمع. يلا تفضل يلا. عموما يقول الوهابية أن أهل السنة والجماعة فجمعوا هذه الأمور ووضعوا قواعد العلم الحديث مقننة واضحة تماما. أما الشيعة فليس عندهم قواعد العلم الحديث، ولذلك لا دقيقة بس خليك من هو الآن التزم فعلا اليوم أنه في كل الأحوال لم يكن يقاطع، بالتالي عمل الحجة علي وعليك. طيب تفضل. فنحن إذا يعني لازم تخليه وبعدين سجلها عندك وخذها. طيب. علق عليه تفضل. تتوقع يستطيع؟ إن شاء الله يستطيع. إذا أمكنك أن لا تتهم. نعم إذا أمكنك أن لا تتهم. نعم